تعالى اقول لك على سهم في البورصه المصريه مرشح للصعود بنسبه 150%. ايوه 150%. وفي فتره زمنيه يمكن استغربها، يمكن قصيره جدا فوق ما تتخيل. قبل ما اقول لك اسم السهم واقول لك اسباب الصعود، هقول لك ان دي مش توصيه للبيع ولا الشراء، دي مجرد رؤيه وتحليل فني وميال للسهم فقط. رغم ان الشركه دي شركه عقاريه وهتلاقي قيمتها السوقيه حوالي 3 مليار بس، قيمتها السوقيه مش كبيره. واسباب صعودها مش ان ارباحها ممكن زاد السنه دي حوالي 73%، ومش ان هيكل تمويلها خالي من الديون تقريبا حوالي 15%، مما لا يشكل اي خطر على هيكل المساهمين. ولا هقول لك ان محفظتها العقاريه عندها مشروعات مهمه جدا في العاصمه الاداريه وفي 6 اكتوبر. مش دي كلها الاسباب، لكن في سببين ممكن يعملوا طفره تاريخيه يخلوا السهم ده النهارده حوالي 14 جنيه ممكن يوصل 34 جنيه وفي فتره زمنيه صغيره فوق ما تتخيل. ايه السببين؟ ايه السر وايه السببين؟ السببين: واحد، محفظه عقاريه للاراضي، محفظه اراضي كبيره جدا في 6 اكتوبر بتتطور وبتزيد. الاراضي دي كل شويه بيبني عليها مشروعات جديده وقيمتها بتزيد مع الوقت، فدي منجم ذهب للشركه. رقم 2 وده الاهم، مصدر مهم جدا للكاش وبتعلي القيمه السوقيه للشركه كل سنه. محفظه للعقارات في مناطق حيويه في القاهره واسكندريه، مناطق حيويه جدا بتدر دخل شهري عباره عن ايجارات للشركه. المحفظه دي كنز حتى الان لم يعاد تقييمه. كل الاسباب دي تخلي السهم اللي هو الشمس الاسكان اللي هو سعره النهارده حوالي 14 جنيه مرشح للصعود ليوصل 34 جنيه. فنيا السهم لو عدى 17 جنيه كسر القمه التاريخيه، طريقه ان شاء الله يبقى الهدف اللي بعديه هيبقى الهدف البعيد 34 جنيه. ارجع لمدير حسابك، ارجع للمحلل الفني شركتك واساله قبل ما تشتري السهم. لو وصلت لحد هنا بص في التعليقات عشان تعرف تتواصل معنا ازاي. وصلي يا حبيب قلبك يطيب تكسب اكيد. السلام عليكم.